الله الرحمن الرحيم. بحث للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السادس بأكاديمية الفنون والخاص بالفنون المصرية وتأصيل الهوية والانتماء الوطني، والمنعقد في إبريل من عام 2023. المتقدم بالبحث أستاذ مساعد الدكتور حمدي النورج، أستاذ النقد وتحليل الخطاب بالمعهد العالي للنقد الفني، قسم النقد الأدبي. عنوان البحث: رواية الموريسكي الأخير للروائي المصري صبحي موسى وسؤال الهوية الوجود. والواضح أن هذا العنوان يتنازعه ثلاثة مداخل رئيسية تنطلق كلها من خطاب الدين كمعزز مهم وضروري من معززات الهوية، ثم جدوى التخيل التاريخي عندما يفعل هذا الدين في سياق تاريخي ممتد منذ القدم وصولا إلى تأصيل الهوية المصرية عبر خطاب الدين المتسامح والسامي. على ذلك فإن البحث سيتمثل خطاب السرد التاريخي والإفادة من مقاربة اللغوي واللساني مع روسر فودك، وهو لساني يهتم بتحليل الخطاب، وسوف نستفيد من مقاربته كمنهج للبحث في سؤال الهوية الوجودي باعتبار الدين عامل فاعل ورئيسي في هذا النطاق. سيقوم الباحث بتطبيق هذا المدخل على رواية الموريسكي الأخير للروائي المصري صبحي موسى، وهو روائي شاب وله العديد من الروايات التي تهتم كلها بخطاب الدين داخل الدولة المصرية. الرواية التي نحن بصددها تنطلق من خلال الظرف التاريخي ليعيد الروائي قراءة التاريخ بلون من الإسقاط على الثورة المصرية التي انطلقت في يناير من عام 2011، ومحاولة إعادة بناء واقع جديد والبحث عن الخصوصية الثقافية للشخصية المصرية وعلاج بعض الشروخات التي أثرت على هويات البعض من جراء الخطابات الموجهة والأجندات الخارجية التي كان لها دور واضح في ذلك. وبالرغم من تنوع الاستراتيجيات البنائية التي يلجأ إليها الكتاب بل ويبتكرون في كيفية تفعيل الإسقاط التاريخي أو إخفائه، يجب التأكيد على أن الفترة التاريخية التي تعرض لها الرواية لا تعني بالقطع المماثلة أو المشابهة أو حتى فقه الاقتراب من الواقع المصري في الفترة المقصودة، وليس قصد الكاتب هنا محاولة الابتعاث لقضية خفية أو أزمة غير معروفة كما يفعل البعض في زيارة الأماكن غير المضاءة تاريخيا. لتفعيل ذلك ولمحاولة الكشف حول خطوات بناء الدين كهوية، جرى تقسيم البحث إلى مبحثين، بحيث أن يختص المبحث الأول بالبحث في الظروف التاريخية التي كونت الخطاب داخل رواية الموريسكي الأخير، ثم تعزيز خطاب الدين داخل الرواية. استهل الباحث بحثه ببعض التخطيطات التاريخية حول كتابة التاريخ بمنطق التخييل، ثم التدخل بالنقد والتبرير في بعض النقاط لواقع المرويات التي اعتمد عليها الكاتب، ثم التدخل بالتصحيح والتوثيق لبعض المعلومات التي وردت في الرواية، ثم استنطاق الموروث وحدوده الثقافية التي يمكن الإفادة منها. ثم المبحث الثاني وهو يتحدث أو اهتم بالبحث في أنماط الهوية وتمثلاتها داخل الرواية، باعتبار أن الدين هو النموذج الذي وقف عليه الباحث، ومن ثم جرى النظر للدين عبر مجموعة من التخطيطات أو المداخل، منها الدين كثقافة حاضنة، ثم الدين الدين كهوية، ثم الدين كثقافة حاضنة كهوية، الدين كممارسة وكطقس وتجسد، ثم الدين كممارسة يومية كاشفة، ثم الملاحق التي ختم بها الباحث بحثه.
من المهم أن أؤكد على فكرة أن خطاب الدين يعني يبدو أنه خطاب مهم، لكن الأهم من ذلك هو البحث في كيف يقع الدين باعتباره ممارسة يومية كاشفة، واعتبار أن خطاب الدين لا ينفك أبدا عن الحضور المستمر داخل حركة الإنسان وأداءاته، ومن ثم يظهر التنوع والقوة طبقا لدرجة الإيمان والتصديق، ومن ثم جرى متابعة ذلك وبحثه داخل خطاب الدين داخل الرواية. الدين أيضا كطقس يعتبر عامل تجميع وترابط بين الفئات المتمثلة داخل الرواية. ثم ختم الباحث بحثه بالمصادر والمراجع والهوامش وجملة من الملاحق التي حاول أن يظهرها أو يبينها، ومن ثم جاء البحث كما تفترض الإجراءات البحثية السليمة، وانتخب الباحث في بحثه منهج تحليل الخطاب عبر المقاربات التاريخية التي تعتبر مهمة في هذا السياق وهذا المضمار في وقتنا الراهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مساعد دكتور حمدي النورج، أستاذ مساعد النقد وتحليل الخطاب بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.